السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جاي لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. هنلف فين النهارده؟ باذن الله هناخد جولة في واحد من شوارع سيدي بشر، وكمان هناخد جولة في واحد من شوارع العصافرة. احنا حاليا كده موجودين في شارع عبد الناصر، وده كده كوبري سيدي بشر. كلنا هننزل ان شاء الله ونتمشى في شارع الصاغ اللي بيكون موجود في سيدي بشر. فيديو النهارده خفيف كده وصغير ولذيذ ان شاء الله يعجبكم. هنشوف برضو جمال اسكندريه الصبح وبالليل. يا ريت ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لنا تحت في الكومنتس حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا قلنا قبل كده ونرجع نقول تاني عشان الناس اللي لسه بتشوفنا لاول مره او لسه بتعرف اسكندريه لاول مره. شارع عبد الناصر من الشوارع الحيويه جدا في اسكندريه، وبيعتبر ان هو الشارع الموازي للكورنيش، وبيمسك تقريبا من المنظره ولحد سيدي بشر. اما من بعد سيدي بشر وفاكتوريا فاسم شارع عبد الناصر بيبقى شارع ابو قير، وبيكمل بقى معانا لحد محطه مصر. ودخلنا كده مع بعض شارع الصاغ واللي بيتقاطع مع شارع العيسوي. وبجد بجد سيدي بشر من الأحياء اللي الواحد فعلا بيحبها جدا. شوارعها كده تحسها ما شاء الله، يعني فيها حاجة مختلفة ونظيفة. الشارع ده كمان ما شاء الله فيه حاجات كتيرة ومحلات اللي الإنسان يحتاجها، كمان في فتح الله. يعني إنسان بقى اللي يسكن في الشارع ده ما اعتقدش ان هو يحتاج حاجة تاني، لان كلنا عارفين ما شاء الله اللهم بارك فتح الله ماركت من السوبر ماركت اللي فيها كل حاجة حرفيا الإنسان بيحتاجها للبيت. حبينا ناخد الجولة دي كده النهاردة الصبح، وكمان اجيب لكم الجزء بتاعها تاني بالليل في شوارع تانية مختلفة عشان تشوفوا اسكندرية الليل والصبح بتكون شكلها عامل ازاي. الصبح ليه جماله وقت نزول بقى جايب الفطار والكلام ده، وادينا في الليل اهو شارع من شوارع العصافرة، شارع مبرة العصافرة برضو من الشوارع الحيوية. الانسان بس يقدر ينزل يتمشى كده في الشوارع بالليل في اسكندرية بعد يوم طويل، بعد ما يخلص كل حاجة ينزل يتمشى بس يقزقز لب وهو ماشي ايا يكن هيعمل ايه. طبعا خروجات بالليل غير خروجات الصبح. تمشية بالليل برضو ليها وضع تاني مختلف، وياخد الاولاد كده بالمره يفسحهم ياكلهم ايس كريم اي حاجه مش مشكله في عز الشتاء، هما كده كده بيحبوا الايس كريم في اي وقت، يعني مش الشتاء اللي هيخلينا ما ناكلش ايس كريم. وادي مسجد الجليل المتعال. سكة القطر سابقا بيتعمل فيها مترو اسكندرية الجديد، ان شاء الله يتم على خير كده في اسرع وقت يا رب. هنا الفهد مستلزمات الطيور والحيوانات. اعمال طبعا قهاوي بقى بالليل وكده. كده مبرة العصافرة على اليمين، والناحية التانية شغالين لحد دلوقتي بالليل، يعني الساعة 10 دلوقتي اللهم بارك شغالين. أجواء اسكندرية في الشتاء بالليل تحفة. رجعنا تاني لنقطة الصفر، ورجعنا تاني لشارع عبد الناصر هننزل منه على المنظرة. طبعا يوم الجمعة بيكون منقسم منقسمات كتيرة، في ناس بتنزل تتفسح وتخرج، في ناس تانية بيروحوا يزوروا الأهل والقرايب، في ناس تالتة بتحب ان هي تحتفظ بالوقت وباليوم ده كده في البيت، لانه بصراحة بيعدي بسرعة جدا وبيبقى يعني من اخف الايام كده واسهلها، بيعدي هوا. في ناس رابعة بقى اللهم بارك ما شاء الله يعني بيعملوا كل الحاجات دي مع بعض. نقول ايه بقى، اسكندرانية يقدروا يعملوا ان شاء الله اي حاجة باذن الله. لو حابين تنزلوا اسكندرية وتحسوا باجواء المصيف او الناس حواليكوا والناس كلها في الشارع وخارجة وبتتفسح وبتتبسط وكل الحاجات دي، انصحكم جدا بيوم الجمعة. اما لو انتوا من محبين الروقان والهدوء واللي انتوا عاوزين كده تحسوا ان انتوا في البلد لوحدكم، فاختاروا طبعا ايام في نص الاسبوع علشان الناس بتبقى في شغلها وما بيبقاش حد فاضي تقريبا يعني. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.